لما دايما بنسمع اغنيه مصريه بتتلعب او تتعزف او نفس اللحن بيتعزف بلغه تانية بننبهر، ولكن ما بالكم بقى واحد من امهر واشهر لعيبه العالم صديقته بتهديله اغنيه عربيه. يا ترى مين؟ تعالوا نعرف من استاذ خالد. مين يا استاذ خالد؟ ده طبعا سيسك فابريجاس النجم الاسباني الشهير المميز جدا. يمكن دي صديقته دانييلا سيمان، هي معاها من اصول لبنانيه، يمكن دانييلا سمعان من اصول لبنانيه ومعاها الجنسيه الانجليزيه. دي صديقه سيسك فابريجاس، ويمكن انجبوا كمان طفله في مؤخرا في الفتره الاخيره. يمكن على حساب انستجرام بتاعها حطت له اغنيه عمرو دياب تملي معاك، وقالت ان دي افضل اغنيه سمعتها في حياتي والاغنيه المفضله بالنسبه لي، واهدتها لسيسك فابريجاس. فاعتقد يمكن عملت ضجه كبيره جدا والناس استغربت ان يعني صديقه سيسك فابريجاس تهدي له اغنيه مصريه للنجم عمرو دياب. اعتقد يمكن دي علامه لعمرو دياب ان هو فعلا وصل للعالميه في كل بلاد العالم. جبروت المصريين في كل حته. المصري معروف بجبروت. استاذ خالد، استاذ خالد سريعا بنصل لنهايه حلقتنا النهارده من صدى النهار. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تحليلك الفني الرائع، وايضا عن الفيديوهات. وزي ما قلنا خلال الحلقه بنتمنى ان من استاذ خالد او من كل المصريين سواء داخل مصر او خارج مصر يتواصلوا معانا لو ليهم اي ابناء او اي اقرباء او اي معارف بيلعبوا في انديه اوروبيه غير معروفين، يا ريت يبعتوا لنا او يتواصلوا مع استاذ خالد علشان طبعا نضيف لمنتخب مصر. استاذ خالد اشكرك شكرا جزيلا. باذن الله ان شاء الله، متشكر جدا يا فايز، كنت سعيد بوجودي معاك. اشكرك شكرا جزيلا، واشكر كل حضراتكم واشكر كل فريق العمل اللي دائما بسهرهم كل يوم خميس. بشكركم على حسن المتابعه، وان شاء الله نلتقي يوم الخميس القادم وجولات جديده.